تخيل معايا كده إن كل إنسان في العالم يبقى معاه ثروة زي إيلون ماسك، وكل حاجة تبقى سهلة، ومفيش حاجة اسمها شر ولا تهديد ولا التزامات، وناكل ونشرب ونتكاثر. العالم بقى لو حصل فيه كده هيبقى شكله عامل إزاي؟ فتح دماغك معايا كده وتعالى أما أحكيلك. في بعض العلماء عملوا بيئة زي اللي أنا قلتلك عليها كده، بس عملوها على مجموعة من الفئران، والنتيجة كانت صدمة. تعالى أما أحكيلك. الناس عندهم هوس بمفهوم المدينة الفاضلة. في علماء بقى جابوا 8 فئران، نصهم ذكور ونصهم إناث، وعملوا ليهم مدينة واسعة. والمدينة ديت كانت مثالية، كل احتياجات الفئران كانت موجودة في المدينة، مصممة بدرجة حرارة تناسبهم. لا هيدخل لهم عدو ولا هيدخل لهم أمراض، والأكل والشرب كتير ما بيخلصوش، والراحة موجودة. المكان كان متصمم للزواج والنوم وبس، والفئران كائنات اجتماعية بطبعها، فالتكاثر كده كده هيزيد، لأن المدينة بالنسبة لهم فيها نعيم كتير. التجربة دي استمرت بصورة كويسة، والفئران بيستمتعوا بالحياة وبيتكاثروا لغاية ما وصل عددهم من 8 ل 600. الكلام ده في خلال عام واحد بس، والمدينة كانت مصممة اللي هي تساعي 3000 فار. وجميع العلماء بقى قاعدين بيبصوا للتجربة وعاوزين يشوفوا ايه اللي هيحصل. بعد عام واحد بس عملية التكاثر بدأت تقل، والفئران بدأت تبقى عدوانية، وفي مجموعة من الفئران احتلت مكان كبير قوي في المدينة وبتطرد الفئران التانية من المكان. وصل عدد الفئران في المدينة ل 2200 فار، بس ده العدد الأقصى. الفوضى انتشرت بسرعة، وأصبح عددهم بينقص علشان الفئران بدأت تاكل بعضها، وما عادش عندهم حاجة اسمها إنجاب، وممارسة الشذوذ الجنسي بقت موجودة. وفي كل الظروف ديت ظهر نوع آخر من ذكور الفئران، الباحثين سموه باسم الفئران الجميلة. النوع ده كان بيكتفي بالنوم والأكل والاعتناء بنفسه بس، ما عندوش رغبة للتزاوج، ومش بيحمي نفسه لو حد جه اعتدى عليه. الباحث اللي عمل التجربة كان بيقول عليهم ناعمون زي النساء، وبيقول ان هم ظهروا نتيجة الرخاء الشديد، بس في نفس الوقت انعكست الادوار وبقت النساء بتميل للعنف قوي. واستمر الوضع كده لغاية ما وصل معدل الانجاب صفر حرفيا، وانقرضت المدينة الفاضلة، ومات اخر فار فيها بعد 800 يوم. حولوها من نفسهم من مدينة فاضلة لجحيم. طيب ايه اللي انت استفدته من التجربة ديت؟ التجربة ديت حصلت على حيوانات كتير بعد كده، وكانت في كل مرة بتحصل نفس النهاية الغريبة ديت. يعني ممكن تكون حياتنا زي التجربة دي بالظبط. الارض كانت مستقرة لغاية ما بقى فيها صراعات وحروب كتير قوي، وبدأنا بننقص فعلا. التجربة ديت فعلا بتستدعيك اللي انت تتأمل، وممكن تكون رد عن تساؤلات كتير قوي. هو وجود الشر من الأول نعمة؟ هو سبب سعادة بعض الناس بيجي من الشر نفسه؟ التجربة ديت رد على تعريف الشر. هو ده كل اللي أنا عايز أقوله لك النهاردة. يلا سلام.